تعادل إيجابي. مصر تصدر المجموعة مع تعثرات الفرق اللي في باقي المجموعة لسه من ساعة كده. الماتش بتاع بوركينا وسيراليون خلص تعادل، فيعتبر المنافس المباشر ليك اللي هو يتعثر دي بتبقى حاجة كويسة رغم تعثرك، انك برضو بتبقى لسه فارق عنه بتاع 5 نقط. برغم ان غينيا بيساو اللي احنا تعادلنا معاه النهارده هي التاني، فرق بيننا وبينهم 4 نقط. بس دايما انا شايف ان بوركينا هي المنافس، لان غينيا بيساو يعني هتتعثر كتير، وانت محتاج في الماتشات الجايه يعني تفوز، سواء بقى بره ارضك او في ارضك. يعني انت محتاج بتاع 3 ماتشات الجايين باذن الله تاخد منهم ال9 نقط كاملين، بحيث تبقى خلاص ضمنت وسهلت الدنيا على نفسك. ولسه هيبقى ليك مباراه في بلدك، هيبقى ليك مباراة في القاهرة قدام غينيا بيساو تاني. فيعني تخلص نفسك بدري بدري، وتريح نفسك وتريح لعيبتك وتريح الدنيا وتريح الجمهور اللي قاعد على أعصابه. والنهارده يعتبر ماتش يعني ما كانش أقوى حاجة. الشوط الأول الشوط كله سلبي، الشوط كله مفيش هجمات، بنلعب على الكورة الطويلة. الكرة الطويلة اللي هي اوفر أوي زيادة عن اللزوم، كل كرة نلعبها طويلة، وغير الميس باص اللي كان كتير في الشوط الأولاني. مفيش كرة أصلا كانت بتتلعب صح، الكور قليلة. وغير إصابة مصطفى محمد اللي جات لك لخبطت حاجات كتير، نزلنا أوفى اللي ما عملش حاجة النهاردة. في ظل عندك لعيبة كتير ما قدمتش حاجة. يعني عندك جبهة بتاعت هاني وزيزو الاتنين ما قدموش حاجة خالص، غير غلطة رامي ربيعة اللي اتسببت في الهدف، هدف من لا شيء حرفيا. هدف رخم الدنيا عليك، خلى الفرقة بتاعت بيساو تقعد تعمل عليك زون ديفينس والفرقة تدافع وتغتت عليك بمعنى الكورة يعني. بعدين الشوط الأول اللي انتهى يعني بدون إلا باستثناء خطورة واحدة، يعتبر مش خطورة قوي، اللي هي الكرة الثابتة اللي صلاح كان لعبها بس. باقي الشوط كله سلبي، يعني مفيش تسديدات ومفيش اللي هي كرة خطيرة، وحتى الركنيات كانت بتتلعب بشكل سيء. فالشوط الأول كان للنسيان. نزلنا الشوط التاني بقى فيه خطورة، بقى فيه أداء. نزل إمام ونزل ناصر ماهر، حركوا الدنيا شوية. ناصر ماهر عمل كورة جت لصلاح، صلاح ضيعها. وإمام حاول بكذا كورة، مرة راوغ ولعب كورة بينية. ومرة تانية كان في تسديدة كويسة جدا منه بس كانت فوق العارضة بحاجة بسيطة. وبعدين بقى بعدها مروان عطية لعب كورة لصلاح، صلاح عدى واحد والتاني، هي دي حتته يعني. وقام لعبها ار2 في الزاوية البعيدة، كان جون عالمي يعني بصراحة. حاجة من حاجات صلاح النهاردة، يعني أدى أداء كويس رغم إنه ضيع هدفين، بس كان فيه تحركات ولعب كور كتير اللعيبة، بس ما كانش فيه توفيق. وكان فيه كور كتير كان فيها يعني في ظل ارتباك المدافعين بتاع الفرقة التانية، بس اللي هو تحس إن في عندك سن تسرع أو لهوجة كده، إنك عايز تتعادل بأي طريقة وعايز وحتى بعد ما تعادلنا في برضه قرارات غلط من لعيبة كتير. لكن في ظل ده، في مباراة زي دي، في ظل الأجواء ديت، فيعتبر إنك ما تخسرش دي حاجة كويسة جدا، إنك تحافظ على أمالك. وإنك في ظل العك ده كله إنك خدت نقطة دي حاجة كويسة ليك، وإنك لسه متصدر فرق عن أقرب منافسينك. يعني أقرب منافسينك أو قول الاتنين اللي بيلاحقوك 4 و5 نقط، فدي حاجة كويسة جدا. مع الماتشات الجاية نكسبها بإذن الله، نبعد ونفرق. وهي مجموعة يعتبر سهلة، وكل ماتش بيبقى فيه تعثرات كتير وتعادلات، فدي حاجة تسهل لك الدنيا وتكسبك وتريحك بدري بدري. كل الدعم للمنتخب في اللي جاي، وكل الدعم للعيبة. وبإذن الله الماتشات اللي جاية نقدر نحسمها. ولسه يعني الماتشات الجاية هتبقى في تقريبا شهر 3 حاجة زي كده يعني، فلسه بدري جدا. نتمنى ان اختيارات اللعيبه تبقى احسن من كده بكتير، لان في لعيبه كتير كانت تنضم للمنتخب، وفي لعيبه احق، وفي كذا لعيب يعني المفروض ياخد فرصه. عمر كمال كان المفروض ياخد فرصه في مركز الباك، كان هيفيدك قوي في مباراه زي دي، خصوصا اللي هو يعني العرضيات كانت هتفرق معاك قوي. دقه العرضيات. هو محمد هاني النهارده عمل عرضيات بس ما كانش فيه العرضيه واحده بس اللي مظبوطه، والباقي يعني كان كله بره حرفيا يعني. كل الدعم للمنتخب اللي جاي، وبإذن الله يعني هنقدم أداء أحسن من كده، وهنكسب وهنسهل الدنيا ونصعد كأس العالم تاني. السلام عليكم.